يا جماعة لو تكرمتم مصانع الإقلام، لو سمحتم، أي شركة أو أي مصنع بيصنع إقلام رصاص تحديدا، أو أي مستورد من الصين أو غيره بيستورد إقلام رصاص تحديدا، الإقلام الرصاص تحديدا بيستخدمها أطفال أحباب الله زي دول، مالهمش أي ذنب إن مامته أو باباه تشتري له قلم ويطلع القلم بيقصف. أنا هنا بقالي ما يقرب دلوقتي من 3-4 دقايق جربنا البرايات دي كلها إن هو يبري القلم ده، القلم بيقصف. إيه مشكلة القلم معاك؟ مش عارفة أبليه. علي صوتك. مش عارفة أبليه. طب يعني الناس طيبة اللي عندهم مصانع اقلام، مش عيب ولا اقعد مكانك، مش عيب ولا حرام لما سيادتك تصنع قلم رصاص زي كده ادي لابنك في البيت او بنتك في البيت تجربه مرة واثنين وثلاثة، ولو لقيت القلم ده ينفع ان ابنك او بنتك تستخدمه خلي ولاد الناس يستخدموه. لكن لو لقيته قلم فاشل زي سيادتك يا صاحب المصنع الفاشل يبقى ما تعرضوش ولا تعرضه في السوق المصري، لان ولاد الناس وبنات الناس مش هفيه، ومش كل مستورد ملوش لازمه يستورد اقلام رصاص لاطفال لا حول لهم ولا قوه. خلاص حبايبي، يلا عايز حاجه يا قمر؟ هتبوس البابا. السلام عليكم. عايزين تقولوا حاجه تاني؟ بس ايه رايك؟ اقعد يا طب ايه رايك يا ابني؟ عايز ايه تعويض من صاحب المصنع؟ بس يا ابني تفتكر هنعمل شكوى في صاحب المصنع ولا لا؟ ما تقعد يلا. نعمل شكوى في صاحب المصنع ولا لا؟ نطلب تعويض منه ايه؟ اللي انت عايزه. نقول الراجل اللي هو بتاع المصنع يجيب لي الواد ده قلم جديد حلو ينفع. تمام، يبقى كده صاحب المصنع اسمع الرسالة دي من الطفل البريء ده. قول يا حبيب بابا الرسالة اللي انت عايز توصلها لصاحب المصنع. انا قلتها. قولها تاني. نجيب صاحب المصنع يجيب لي الواد ده قلم جديد عشان قلم مش نافع، ويجيب له قلم ينفع وقلم